اعتقال أسطورة المنتخب الجزائري علي بن شيخ بعد انتقاده النظام الحاكم في الجزائر. شاهدوا ماذا حدث. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. نحن سعداء بمشاهدتكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، وهذه الأبرز عنوانها. نود أن نطلب منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا للاطلاع على كل جديد. والآن إليكم التفاصيل. السلام عليكم. اعتقال أسطورة المنتخب الجزائري علي شيخ بعد انتقاده النظام الحاكم في الجزائر بعد مباراة منتخب البوليساريو مع مولودية الجزائر، بعد أن ضربت الجزائر كل قوانين الكاف والفيفا بعرض الحائط. واستضافت منتخب البوليساريو الذي لعب مباراته الأولى مع مولودية الجزائر في ملعب نيلسون مانديلا، والتي انتهت بسداسية مقابل هدف واحد لمولودية الجزائر. أكد المصادر داخل قناة الهداف الجزائرية التي يعمل فيها المحلل الجزائري علي بن شيخ أنه تم اعتقاله في وقت متأخر من ليلة أمس بعد انتقاده الشديد للنظام الجزائري بسبب استضافته لمنتخب بوليساريو الذي لعب مع مولودية الجزائر الذي نشأ فيه أسطورة الجزائر علي بن شيخ. وقال علي بن شيخ: هذا عار على الجزائر التي تستضيف منتخب إرهابي مثل المنتخب البوليساريو على ملعب نيلسون مانديلا أمام الفريق الذي نشأت فيه وهو مولودية الجزائر. فأنا جزائري أرفض مثل هذه المباراة الحقيرة التي تدعو للكراهية والعدائية مع المغرب الشقيق، وأنا جزائري أدعم وحدة المغرب وصحرائه. واستنكر وجود البوليساريو على أرض الجزائر، وهذا الذي أدى إلى اعتقال علي بن شيخ وفقا لما أكدته قناة الهداف الجزائرية. وبهذا ينتهي نشرتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على المتابعة. مع السلامة.